بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بكم في سلسله خطه منتخب مصر لكاس العالم 2030. ودي مش مجرد سلسله تحليليه ولا مجرد توقعات، دي محاكاه لمشروع كامل بندمج فيها بين الواقع والخيال. الواقع ان كل قرار هيتبني على اللوائح ورزنامه البطولات والامكانيات الحقيقيه للكره المصريه. اما الخيال اننا هنتخيل مع بعض اننا المدير الرياضي لمنتخب مصر الاول والمنتخب الاولمبي، وهشارككم كل الافكار وكل القرارات وكل خطوه. لكن انا مش صاحب القرار لوحدي، اي حدث يغير الخطه او اي فكره افضل من فكرتي هنناقشها مع بعض، لان من النهارده اعتبروا نفسكم كجمهور كود اللعبه اعضاء مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، لان كل اقتراح ممكن يغير مستقبل المشروع. فيلا بينا نبدا ونتوكل على الله. اول يوم ليا كده كمدير رياضي عايز اشوف تقرير لاخر بطوله لمنتخب مصر، والتقرير قدامي دلوقتي وبيقول ان منتخب مصر وصل لدور 16 لبطوله كاس العالم 2026، وده بالنسبه لي حاجه كويسه جدا. لكن لفت نظر الرقم سلبي مهم جدا، متوسط اعمار منتخب مصر كان من اعلى متوسطات الاعمار في البطوله، وده معناه ان عدد كبير من العناصر الاساسيه وحتى البديله مش هيكون متواجد معاك في كاس العالم 2030. طب هل الحل ان نستبعد كل الكبار وابدا بفريق جديد؟ اكيد الاجابه لا، لان الخبره مش سلبيه عموما، لكن الاعتماد الكامل عليها بصوره كبيره خطر، وفي نفس الوقت الاعتماد الكامل على الشباب مغامره. اذا الحل هو الاحلال والتجديد، ولازم يكون الاحلال والتجديد بشكل تدريجي. كل معسكر يدخل عنصر او عنصرين جداد، كل فتره يزيد عدد الشباب، وفي نفس الوقت احافظ على مجموعه من اصحاب الخبرات ينقلوا الشخصيه وينقلوا عقليه المنافسه لحد ما الجيل الجديد يبقى جاهز يشيل المنتخب. لكن قبل ما اقرر مين هيدخل ومين هيخرج والمنظومه اللي محتاجها في مشروعي، لازم اسال نفسي اسئله كتير، كلها بتبدا بامتى اختار المدرب اللي هيساعدني في مشروعه وهو مدرب المنتخب الاولمبي، وامتى هبدا متابعه اللعيبه، وامتى اول معسكر، وامتى فرصه تجربه لاعب جديد، وامتى لازم يبقى المنتخب جاهز. كل الاسئله دي اجابتها في ملف واحد، هي رزنامه الكره المصريه. واكيد هتسال نفسك سؤال، يعني ايه رزنامه اصلا؟ بالمختصر المفيد عشان احنا مش في حصه عربي، رزنامه الكره المصريه دي كلمه معناها الجدول الزمني لمواعيد مباريات الكره المصريه، وانا محتاج في مشروع عشان اعرف انا رايح فين رزنامه الدوري المصري، رزنامه دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه، رزنامه الفيفا، رزنامه منتخب مصر الاولمبي، رزنامه منتخب مصر الاول، ورزنامه اللجنه الاولمبيه الدوليه. وانا كمدير رياضي اول ملف هفتحه مش مزدوج الجنسيه ولا المحترفين، هفتح رزنامه الدوري المصري. طب ليه؟ لان مهما احترف عندي لعيبه في اوروبا ومهما ضميت مزدوج الجنسيه هيفضل الدوري المصري هو المصنع الاول للاعب المصري. محمد ابو تريكه خرج من الدوري، عماد متعب خرج من الدوري، عمرو زكي خرج من الدوري، حسني عبد ربه خرج من الدوري، حتى اللعيبه اللي خرجوا احترفوا كانت بدايتهم من هنا. يبقى الدوري المصري مش مجرد بطوله، الدوري المصري هو المعمل اللي هيتصنع منه منتخب مصر. علشان كده لازم اعرف الدوري هيبدا امتى، واول معسكر للمنتخب الاول بعد كام جوله، والمعسكر اللي بعده بعد كام مباراه، لان دي مش مجرد تواريخ، دي هتحدد الاهداف اللي هطلبها من المدير الفني. يعني على سبيل المثال لو اول معسكر بعد 5 جولات فقط، يبقى ما ينفعش اطلب من المدير الفني يبني منتخب جديد، لكن اقدر اطلب منه يجرب 3 أو 4 لعيبه ويتابع اللعيبه اللي اقل من 23 سنه، ونحدد مع بعض المراكز اللي محتاجه دعم عشان نركز عليها في البيانات. اما لو جاي بعد 10 جولات فالموضوع هيختلف، هنا اقدر اطلب منه يبدا يبني القوام الاساسي ويثبت بعض عناصره ويبدا يصنع هويه المنتخب. يبقى الرزنامه بالنسبه لي مش مجرد ميعاد مباراه، ده جدول زمني لاهداف المشروع. لكن هنا ظهر صلاحيات كتير وصعب شخص واحد يقدر يعملها، زي البيانات، زي مين هيجيب اللعيبه الجديده، هل المدير الفني هينزل يتفرج على كل مباريات الدوري؟ اكيد لا. يبقى لازم يبقى عندي لجنه سكاوتنج، وحدد الجدول الزمني لاهدافها برضه عن طريق رزنامه الدوري المصري. الرزنامه الحاليه بتقول ان بدايه الموسم في شهر اغسطس ونهايه الموسم في شهر مايو، وبينهم هيكون عندنا توقفات دوليه وتوقفات بسبب بطولات افريقيا، وده معناه ان الموسم هيتقسم لعده مراحل. المرحله الاولى من انطلاق الدوري وحتى اول توقف دولي، ودي هتكون اول فرصه للمدير الفني يشوف لعيب. عشان كده لازم اساعد المدير الفني بان اختار لجنه سكاوتنج قبل بدايه الدوري، وهوزع عليها ملفات كتير، منها ملف ترشيح اللعيبه لمحلل الاداء اللي يقدر يدي انطباع رقمي لمدير الفني على لعيبه معينه، ويكون من خلال مباريات الدوري المصري يكون قدامي بيانات في مباريات رسميه مش تدريبات ولا مباريات وديه. اما المرحله الثانيه بعد اول معسكر لحد التوقف الدولي الثاني، وهنا هتبدا لجنه السكاوتنج، هل اللاعب اللي رشحناه ثبت نفسه ولا كان مجرد بدايه كويسه. والمرحله الثالثه منتصف الموسم، وهنا هيبدا يظهر اذا كنا محتاجين نوسع قاعده الاختيارات ولا نركز على لعيبه معينه اللي هم معانا من البدايه. وقبل نهايه الموسم هتكون الصوره واضحه من استحقاق الانضمام ومن خرج من الحسابات. بس انا مش هكتفي بمعرفه بدايه الدوري ونهايته، انا محتاج اعرف كام جوله بين كل معسكر، ده يتحدد بعد اعتماد جدول الدوري من رابطه الانديه المصريه. وفي العموم لازم لجنه السكاوتنج تبدا تشتغل من بدايه الدوري على الاسماء اللي اتالقت الموسم اللي فات، خصوصا اللي تحت 21 سنه اللي هيكون نواه المنتخب الاولمبي والمنتخب الاول. لكن الدوري المصري مش هو الملف الوحيد، لان عندي لعيبه بيلعبوا في الاهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا والمصري، وده معناه ان في بطولات تانية هتاثر على المشروع. عشان كده لازم ابص على رزنامه دوري ابطال افريقيا
افريقيا والكونفدراليه. طب ليه؟ لان اللاعب اللي بيلعب كل 3 ايام مش هقدر اعامله زي لاعب بيلعب مباراه كل اسبوع. الروزنامه بتقول اغسطس انطلاق الادوار التمهيديه لدوري ابطال افريقيا والكونفدراليه، سبتمبر واكتوبر استكمال التصفيات، من نوفمبر بتبدا مرحله المجموعات، ثم الادوار الاقصائيه حتى النهائي اللي هيكون في شهر مايو. وده معناه ان لعيبه الانديه المشاركه هيدخلوا موسم طويل جدا وساعات يوصلوا لاكتر من 50 مباراه. طب انا هستفيد ازاي من المعلومه دي؟ اول قرار هيكون ان لاعبي الاهلي والزمالك وبيراميدز مش هيتعاملوا بنفس الاحمال. مش هطلب من لاعب راجع من رحله من جنوب افريقيا يسافر بعدها على المنتخب ويلعب 90 دقيقه، ولو عملت كده يبقى انا بضيع اللاعب. يبقى لازم يبقى في تنسيق كامل بين الجهاز الطبي للمنتخب والانديه، وده هيكون تكليف مباشر لمنصب جديد في اتحاد الكره بمسمى المنسق العام. ومن المطلوب منه اقدر احدد مواصفاته، لازم يكون تحت درايه كامله بالاحمال المطلوبه ويطلع على الاجهزه اللي على ظهر اللعيبه اللي تقدر تحدد هل اللاعب في الريد زون ولا لا. البيانات اللي تساعدني ان اقلل اصابات اللاعب العضليه عشان لما احتاجه في الملعب يقدر يدي اللي انا عايزه منه باعلى جوده. بعد كده ندخل بقى على روزنامه الفيفا، وده اهم ملف في المشروع كله، اجنده الفيفا، لان دي الايام الوحيده اللي انا املك فيها اللاعب. اما باقي السنه فاللاعب ملك لناديه. الروزنامه بتقول سبتمبر نافذه دوليه، اكتوبر نافذه دوليه، ونوفمبر نافذه دوليه، ومارس نافذه دوليه، وفي بعض سنوات يونيو بتكون نافذه اضافيه. طب ايه معنى الكلام ده؟ معناه ان عندي 4 أو 5 فرص فقط كل سنه اقابل فيهم اللعيبه بتاعتي. يبقى لازم كل معسكر يبقى ليه هدف واضح في اختيار اللعيبه واختبار اللعيبه والتقييم، واكسب طبعا عشان ازود فرصي اكتر في زياده عدد المباريات اللي اقدر اقيم فيها اللعيبه، وتزود فترات انسجامهم وخبراتهم الدوليه. ولازم ابني هويه لعب واضحه وتثبيت القوام قبل اي بطوله مجمعه. ما ينفعش كل معسكر ابدا من الصفر، وده يخليني اكتب اهداف كل معسكر قبله ويكون على الاقل بشهر كامل. وطبعا كل حاجه بذكر فيها اكتشاف اللعيبه، وذكرت مسمى لجنه السكاوتنج ومهمتهم لكن مش بصوره تفصيليه، بس لازم احط تنويه هام في ملاحظات. تشكيل لجنه السكاوتنج، وقبل ما اعينها لازم احدد هي هتشتغل ازاي. قرار يبقى عن طريق الفرجه على المباريات وخلاص بالعين المجرده. عايز اداره بتشتغل بالارقام وبالتقارير وبالمواعيد. اول ملف هو لاعبين الدوري المصري اللي اقل من 25 سنه، ويبقى التقارير كل اسبوع، وابص على افضل اللاعبين والاكثر تطورا واللاعبين القابلين للمنتخب الاول عشان انزل بالاعمار. وتاني ملف اللعيبه اللي اقل من 21 سنه، لان الاولمبياد كمان سنتين، ودي اللعيبه المفروض اللي هتكون نواه المنتخب الاولمبي، وعناصر منهم اكيد هيكونوا في منتخب كاس العالم 2030 ان شاء الله زي ما حصل مع منتخب ميكيلي. الملف الثاني اللاعبين المصريين في اوروبا، مش بس الدوريات الخمسه الكبرى، ده كل الدوريات، لان ممكن الاقي لاعب في بلجيكا او هولندا او الدنمارك هيكون مهم جدا للمنتخب الاول او المنتخب الاولمبي. والملف الثالث هو ملف مزدوج الجنسيه، وده ملف هيكون ليه فريق مستقل يتابع ويتواصل ويقنعهم بالمشروع ويجمع المعلومات قبل ما يروح لمنتخب تاني. والملف الرابع من المنتخب الاولمبي، كل لاعب من مواليد الفئه الاولمبيه يتجمع في ملف واحد، سواء دوري مصري او مزدوج الجنسيه او محترف عموما. لازم يبقى له تقرير شهري مش بس عن مستواه لكن كمان عن شخصيته وانضباطه وحالته البدنيه، لان انا مش ببني قائمه مباراه، انا ببني قائمه لمنتخب ل4 سنين قدام عشان يوصل لكاس العالم 2030 يقدر يوصل ان شاء الله. في سؤال مهم، كل التقارير دي هتروح لمين؟ هل للاداره الرياضيه ولا للمدير الفني؟ الاجابه بالنسبه لي للاثنين، لكن طبعا بعد فلترتها وترتيبها للمدير الفني وللمدير الرياضي. لازم يوصل لي الملف جاهز، مش هقعد افرز مئات الاسماء. حاله الوصف باللجنه السكاوتنج والمدير الفني هو محلل الاداء للمنتخب مصر الاول، ولازم يكون في اجتماعات دوريه يكون متواجد فيها الجهاز الفني للمنتخب الاول والاولمبي ولجنه السكاوتنج بقياده المدير الرياضي. بعد ما خلصت رزنامه الدوري ورزنامه بطولات افريقيا للانديه واجنده الفيفا، كان لسه قدامي اهم ملفين في المشروع كله بصوره تفصيليه. خش بقى على رزنامه منتخب مصر الاول. المنتخب الاول هو واجهه المشروع، لكن انا كمسؤول عن المشروع مش هبص على المباراه الجايه بس، انا ببص لغايه كاس العالم 2030. عندي تصفيات كاس الامم الافريقيه في سبتمبر واكتوبر ونوفمبر ومارس، وبطوله كاس الامم افريقيا 2027 من 19 يونيو ل 17 يوليو، وبعدها قرعه تصفيات كاس العالم 2030 وفي افريقيا 2028 اللي لحد اللحظه دي مفيش اعلان رسمي للبلد المستضيف. فلازم يكون ده اولويه قصوى تقديم ملف استضافه كاس افريقيا 2028 في مصر، عشان الجيل ده يزيد حماسه وتحمل ضغط الجمهور وان شاء الله ياخد دعم اكتر. وممكن تقام تصفيات افريقيا 2028 وتصفيات كاس العالم بالتوازي في توقف سبتمبر ونوفمبر واكتوبر ومارس، وبنسبه كبيره بطوله كاس العرب هتكون في 2028. اللي اتمنى المدير الفني للمنتخب الاولمبي هو اللي يقود البطوله دي، ونحاول بالتفاوض مع الاتحادات العربيه لكره القدم يكون موعد بطوله كاس العرب قبل اولمبياد لوس انجلوس وقبل بطوله افريقيا. وفي الوقت ده بدوري كمدير رياضي هعمل تنسيق بين حسام حسن ومدير فني للمنتخب الاولمبي في اختيار لعيبه تحت 23 سنه يفيدوا المنتخب الاولمبي، ويبص عليهم حسام حسن للي جاي. اختار لعيبه
اولمبيه اخرى حتى لو اكبر من 23 سنه يتفرج عليهم حسام حسن، ممكن يستفاد بيهم في المراحل القادمه. ثم استكمال تصفيات كاس العالم في 2029 اللي هيكون معاها بالتوازي بطوله دوري افريقيا، البطوله المستحدثه من الكاف، وده معناه ان كل النافذه من الفيفا من النهارده بقت محسوبه. وفي تنويه مهم جدا، مش هقيم المدير الفني بعدد المكسب والخساره، انا هقيمه بعدد اللاعبين اللي قدر يجهزهم لكاس عالم 2030 وبقدرته على تنفيذ الاحلال والتجديد بدون ما يفقد المنتخب شخصيته، وده هيكون اول تكليف رسمي لحسام حسن. لكن المنتخب الاول مش هيقدر ينجح لوحده، لازم يبقى في مصنع بيطلع لاعبين بشكل مستمر ويساعد حسام حسن في رؤيه بعض اللعيبه، والمصنع ده اسمه المنتخب الاولمبي. عشان كده لازم نبص على رزنامه المنتخب الاولمبي، وده في رايي اخطر ملف في المشروع كله، لان المنتخب الاولمبي مش هدفه الاولمبياد بس، هدفه يصنع جيل كاس العالم 2030 اول حاجه. بس للاسف الرزنامه لحد دلوقتي مش واضحه، الكاف ما اعلنش موعد قرعه التصفيات ولا موعد بدايه التصفيات ولا موعد بطوله كاس افريقيا تحت 23 سنه، لكن المدير الرياضي ما ينفعش يقف ويستنى، لازم يبقى جاهز عن طريق خطابات وبرضه توقعات. برجوع لاخر نسخه ولرزنامه البطولات السابقه، فالمتوقع ان قرعه التصفيات تكون في النص الثاني من عام 2027، ومتوقع ان التصفيات هتنطلق بعدها مباشره، وبعدين هتقام بطوله كاس افريقيا تحت 23 سنه واللي هتحدد المنتخبات المتاهله. وفي معلومه رسميه لازم تغير طريقه تفكيرنا في اولمبيات لوس انجلوس 2028 اللي هتقام ب 12 منتخب فقط، وده اقل من النسخ السابقه، وده يصعب المنافسه على كل القارات، ولو اعلى رسميا تقليص عدد المقاعد الافريقيه لمقاعدين بس فهيكون الموضوع صعب جدا. عشان هتفكر لازم تعدي تصفيات وبعدين بطوله افريقيا ولازم توصل للنهائي مش بس نص النهائي، عشان الجيل ده يكمل لاولمبيات لوس انجلوس وما يموتش بدري ويكون فرصته اقوى انه يبقى مع المنتخب الاول في كاس عالم 2030 ان شاء الله. وبناء عليه انا عندي منتخب اولمبي بدون مدرب حتى الان، وما ينفعش استنى اعلان التصفيات عشان ادور على مدرب، انا لازم اعين مدير فني للمنتخب الاولمبي من دلوقتي علشان لما تعلن الرزنامه يكون المدرب جاهز ولعب مباراه وديه في توقفات الفيفا مش لسه بيبدا، فيكون بنى منظومه ويكون بنى هويه. تعال ندخل بقى على رزنامه اللجنه الاولمبيه الدوليه، اهم تاريخ فيها هو 14 يوليو 2028 افتتاح دوره الالعاب الاولمبيه، ونهايه الاولمبياد في نهايه يوليو، وده معناه ان كل قرار من النهارده لازم يكون هدف ان منتخب مصر الاولمبي يبقى جاهز في اليوم ده. يبقى كده الرزنامه وضحت لنا شويه امور، وصلنا لنتيجه ان الدوري المصري قال لنا ان لازم نبدا بمتابعه اللعيبه من اول جوله، بطولات افريقيا قالت لنا لازم نراعي احمال اللعيبه، اجنده الفيفا وصلت لنا ان كل معسكر لازم يكون له هدف واضح، المنتخب الاول قال لنا الاحلال والتجديد لازم يبدا من دلوقتي، والمنتخب الاولمبي قال لنا مفيش وقت، لان اللجنه الاولمبيه الدوليه قالت لنا ان العد التنازلي بدا بالفعل. عشان كده اول قرار لازم افكر فيه مين هسلمه اهم مشروع في الكره المصريه، مين هيقود المنتخب الاولمبي، وايه المعايير اللي هنختاره على اساسها، وهل هختار اسم كبير ولا مدرب يناسب المشروع، وده هيكون اول قرار من المدير الرياضي منتخب مصر، تعيين المدير الفني لمنتخب مصر الاولمبي. عايز اراء جمهور كود اللعبه اللي هم دلوقتي اعضاء مجلس الاداره في ملفات لازم نركز فيها مع المشروع، واقتراح اسماء لمنصب المدير الفني لمنتخب مصر الاولمبي، عشان ده هيكون موضوعي في الفيديو اللي جاي في سلسله مشروع منتخب مصر في كاس عالم 2030.